السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا البنات، كي بقيتوا؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنى يلقاكم الفيديو ديالي في أتم الصحة والعافية إن شاء الله. اليوم غادي نشارك معكم واحد الفطيرة اللي كلشي عارفها من طبيعة الحال، ولكن القليل اللي كتصدق معاه رائعة، كتجي غزالة. نتمنى تنال الإعجاب ديالكم. غادي نبداو في المقادير وطريقة التحضير على بركة الله. غادي ناخذ واحد 2 زلايف ديال دقيق الفورس الممتاز، نوعيه جيده، هو اللي كيكون كينجح معنا في الملاوي والمخمر وداك الشيء. المهم خديت 2 زلافات، درت معلقه ديال الخميره معجونه ومعلقه سنيده وشويه د الملحه وخماره ديال الحلوى يعني بيكن باودر 8 غرام. درت هنايا 3 ديال المعالق ديال الزيت، زيت المائده، وزدت عليها بياض ديال البيضه. كناخذ واحد البيضه كنحيد الصفار كنحتفظ به باش ندهن، وبياض البيضه كنحطو في العجينه. ضفت لها واحد الاضافه هو دانون السوس، كيعطيها واحد الرطوبه زوينه. هي ما كتجيش مقرمشه، هي كتجي اسفنجيه، كتجي رطبه، وصدقوني البنات كتجي رائعه. جربوها ما غاديش تندموا. كتجي العجينه ديالها فنه، وعمريها باش بغيتي، تعمريها بالخليط اللي بغيتي، يعني اختياري. هنايا خديت زلافه ما عمراش ديال الماء، يعني قياس ديال كاسونس ديال الماء. فكيف ما كتشوفوا راه ما خديتش الماء كامل، يعني بقى لي داك النص. يعني تقريبا خديت هنا في هاد 2 زلايف ديال الدقيق خديت كاس د الماء. يعني كيف كنقول لكم ديما البنات، الماء كنضيفو بشويه بشويه على حسب النوعيه ديال الدقيق. ديما نديرو كاس، بقات خصنا غادي نزيدو بشويه بشويه. المهم كما كتشوفوا كنخلطوها، كنحركوها، كنفركوها مزيان، كنفركوها بيدينا غير واحد شويه. المهم كتفركيها بديك الطريقه، راه كتفرك مزيان. ونحتفظوا بها واحد 10 ديال الدقائق تخمر، وغادي ندوزو نصوبوا العماره. في العماره خديت مقيله، درت شويه ديال زيت العود، ودرت واحد 2 بصيلات خضاريه، البصله الخضاريه قطعتها ودرتها في المقيله، ودرت عليها فلفله مقطعه خضراء وفلفله مقطعه حمراء، درتهم كيتشحروا. درت شويه د الملحه وراس المعلقه د الخرقوم ومعلقه صغيره ديال التحميره ونص معلقه ديال الابزار، ضفتهم وبقيت كنشحر داك الفلفله والبصله حتى كينزلوا شويه. وعاد كنضيف عليها، عندي هنايا واحد الخيزويه او جزره صغيره محكوكه، حكيتها بالحكاكه رقيقه وضفتها حتى هي. بغيتي تزيدي القرعه حتى هي زيديها، وحتى البطاطا كتزيديها مزيان. غير هي منين غادي تزيدي هاد القرعه والبطاطا راه كيطلقوا الماء، يعني خصك تبقاي حتى تشحريها، تكون العماره تكون ناشفه، ما يكونش فيها الماء نهائيا. زدت عليها الكفيته ديال اللادان قياس اللي بغيتي، 250 غرام او 200 غرام. درت عليها شويه ديال المعدنوس والزيتون اللي مقطع، وزدت قطعته انايا بالهاشوار وصافي. كنخلي داك الكفيته غير كتجمع شي شويه، ومن بعد كنزيد عليها الشعريه الصينيه. هانتوما كيف كتشوفوا راه غير داك خيزوير راه طلقت الماء، يعني خص العماره تقلى مزيان حتى تنشف. هاد العماره كتنشف بالشعريه الصينيه اللي رقدتها غير في الماء بارد. رقدتها واحد شويه في الماء بارد، ومن بعد قطعتها، زدت عليها معلقه ديال الهريسه، معلقه صغيره ديال الهريسه، وضفتها تقلات شي شويه. كتشرب معنا داك الشرموله وصافي حطيتها تبرد. حنا دزنا العجينه كما كتشوفوا العجينه شو تبارك الله، الباوق داك الفقاعات فيها صافي مفروكه وخامره مزيان. صافي من بعد ملي كتخمر كنخليوها كتخمر غير في الاول ديك 10 دقائق، كتضاعف الحجم ديالها. صافي من بعد كنخدموا بها مباشره، ما نخليوها لا تخمر لا حتى شي حاجه. قسمت العجين ديالي على 3 واختياري، بغيتو تقسموها على 2، بغيتو تقسموها على كتر، يعني على حساب الفطيرات قداش بغيتو. المهم انا هاد القياس هذا قسمته على 3، وكنطلقها. درت الدقيق، رشيت الدقيق على سطح العمل، وبقيت كنطلق بالدلاك بشكل مربع، ما نرقوهاش بزاف وما نغلظوهاش بزاف. ايوا يا لاله، هنا الحداقه غادي تبان اللي عنده مع ديال الضفيره. اللي عنده مع الضفيره راه غادي يخدمها بكل سهوله. ايوا انا غير قبلوا عليا، وفي الاول بديت مزيان، في التالي بقيت كنخرفق على العموم. جات زويونه بزاف، غير تبعوا غير الطريقه
وغادي تنجح معكم ان شاء الله بحول الله. صافي طلقتها، راه ماشي رقيقه البنات وماشي غليظه بزاف، ما خصناش نخليوها عاوتاني غليظه تجينا كي الخبز، وما نخليوهاش رقيقه بزاف باش ما تجيناش صعيبه في الخدمه. صافي غادي نشدها وغادي نحطها على ورق، هاد الورق ديال الزبده اللي كيدار في الفران. درت تقسيم، ماشي ما راني ما قطعتش، غير قسمت، يعني كديري غير القياس ديالك فين غادي تكون العماره، بحال كتقسميها على 3. صافي جوج ديال الجهات كتقطعيهم شرائح هكايا. يعني انا كيما قلت لك خص تكون شي وحده حادقه في الضفيره اللي غادي تطلع لها زوينه. صافي وكنديروا العماره ديالنا. هانتوما كيما كتشوفوا العماره خاصها تكون ناشفه، راه باش العجينه ديالكم ما تلصقش. وصافي هانتوما كيف كتشوفوا العجينه راها العماره راها ناشفه. صافي كنعمر العماره ديالي الوسط كيف ما كتشوفوا، وكندير فرماج محكوك، فرماج الاحمر محكوك، اختيار يعني بغيتو ديروه. انا كتعجبني داك التعليكه ديال الفرماج بحال في هاد الفطيرات هكا كيجي زوين. وزدت الفرماج ديال الساندويتش حتى هي اضافه باش كتعطينا داك التعليكه، يعني اختيار يلي بغيتوها. لا ما عندكش كتكتفي غير بالفرماج عادي اللي محكوك. صافي كتجمعي لها الجنيبات ديالها من الفوق ومن التحت باش ما كتخرجلكش العماره. ايوا وبدا يا لاله الحادقه الضفري. ايوا لا عندك شي حداقه بينيه هنا. المهم قبلوا عليا البنات، انا راه غير كنشارك معكم. و كل وحده تبارك الله، راه حنايا العيالات راه حتى وحده ما كاينش شي وحده اللي ما كتعرفش شي حاجه، راه حنا كنعرفوا كل شيء، يعني حنا كنشاركوا مع بعضياتنا كيف ما كنقول لكم ديما. صافي بقيت عليها يلا هكا كنطفر. ايوا المهم ما عرفتها كيفاش جات في التصوير، اما المهم في الحقيقه جات رائعه. المهم المذاق هائل بزاف. شاطولك شي طريفات ديال العجينه لتحت. صافي نتيا غير غطي لها الجنيبات ديالها، واللي شاطلك حيديها لالا. صافي المهم هنايا تكملت الكميه ديالي، كملت درت الاولى، انا عاوتاني كندوز للثانيه. فاش كتكوني العجينه فاش كتكون ما كتكونش جاريه، يعني كتحكمي فيها، تقدري تخدمي حتى هكايا غير على البوطاجي، خدمي عادي عمريها ومن بعد هزيها وديريها في اللاطا. يعني ما تكونش العجينه مرخوفه جاريه ما تقدريش تحكمي فيها، راه هكا راه كتحكمي فيها عادي. ايوا هانتوما يا لالا. المهم انا غير كنشارك معكم وكنوريكم. ايوا ما تضحكوش عليا، قبلوا عليا وصافي. يعني تقطع عندي داك الشيء يا سلام. ايوا نتمنى البنات تجربوها وتردوا عليا الخبار. كتجي زوينه، كتجي هائله الصراحه الله. صافي حتى هي كيف الاولى كندير لها الفرماج ديال الساندويتش وكنغطي لها الجنيبات ديالها باش ما كتخرجليش العماره، وتا هي كنبدا نطفر. صافي حتى كنكمل. عندي انايا درت 3 ديال الكريصات، يعني جاوني 3 ديال الخبيزات. صافي فاش تبقاو تضفروا هكايا، لا شاط لك العجينه في الجناب وما بغيتيش تبقى لك ديك العجينه، قطعيها ما تخليهاش مكوره لك تمايا. صافي بقيت حيديها وصافي. هما هادو الطفيرات على قد الحال، وحده جات كبيره على داك الجوجات. المهم ما علينا. داك الصفر بيضه اللي هزيت درت فيه شويه ديال الخل باش كتحيد داك الزفور هاد البيض، ودرت فيها واحد نيسكافي، شويه ديال نيسكافي، وطربته مزيان. وكندهن بيه الفطيرات ديالي، دهنتهم بثلاثه. داك الصفر بيضه راه غير قدك. وزينت عفوا بالزنجلان. لكم اختيار زينوا باش ما بغيتو بالبافو. كتجي غزاله كتدخليها للفران 10 دقائق هكا، كطيب على نار مهيله، محمره من الفوق من التحت، مفشفشه، العجينه رطبه والعماره هائله بداك الفرماج الساندويتش. عرفتي وليداتي حماقوا عليها صراحه. نتمنى تجربوها البنات، زويونه بزاف وسهله، راه ما كتضيعش الوقت، دغيا. والعجينه ديالها كتجي خطيره. كيف ما قلت لكم العماره تعمروا اختياري، باش ما بغيتو عمرو فلكم الاختيار. المهم هو العجينه خصها تكون زوينه وتكون ناجحه معاك. البنات نتمنى تقبلوا عليا، ونتمنى نكون خفيفه عليكم. نتمنى تعم الفائده وتبارطاجيو الفيديو ديالي للاصحاب ديالكم باش تعم الفائده. ما تنسونيش بلي جيم والتعاليق زويونين ديالكم. كنموت عليكم. قناتي قناه سعاد المتنوعه المتواضعه. دمتم في امان الله. الى فيديو اخر ان شاء الله، والى اللقاء.